السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة هنعمل بلح الشام، طبعا حلويات رمضان اللي ما نقدرش نستغنى عنها. هنعمل بلح الشام بكل تريكاته وحاجات كده بسيطة جدا، هيطلع معاكي ناجح ومقرمش وطري جدا من جوه. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي بالمقادير بتاعته المظبوطة جدا جدا جدا. بصوا بلح الشام عامل ازاي، بصوا الصباع، النقشه ما راحتش، وكمان من جوه طري ومن بره مقرمش. بصوا ولا ساح ولا النقشه بتاعته محتفظه بنفسها. هنشوف كل التفاصيل مع بعض. يلا بينا على طول نبدا ونسمي بسم الله ونقول نتعمل ازاي بلح الشام الجامد جدا ده. يلا بينا نسمي بسم الله. هنعمل العجينه بتاعت بلح الشام. عجينه هنا كوبايه ونص من الميه، هحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح، عندي معلقتين من السكر صغيرين برضو، ونص كوبايه من الزيت اهي، نص كوبايه كله على النار. وهقلب السكر والملح والزيت مع الميه، واول ما تبتدي تغلي عشان ما المقدار بتاع الميه ما ينزل ما ينقص، هنزل على طول بالدقيق. الدقيق عباره عن كوبايتين من الدقيق عليهم نص كوبايه نشا من نفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الزيت. كل اللي هتعايري بيه كوبايه واحده تعايري بيها كله. اول ما كده غلي معايا خلاص اهو، خلاص من الجناب. كده هنزل بالدقيق مره واحده اهو، وهقلب قلبي بقى كويس فيها، وطي بس النار، هنقلب كويس كده. قلبت العجينه لحد ما اتمسكت مع بعض ومفيش اي كتل خالص من الدقيق، والدقيق دخل جوه المكونات كلها. ولازم تسيبيها على النار 5 دقايق وانتي بتقلبي فيها على نار هاديه جدا علشان الدقيق بتاعنا يستوي شويه، وكمان المكونات تخش جواها وتبقى عجينه حلوه وتديكي كمان في نفس الوقت كريسبي وانتي بتقليها. هنسيبها تبرد وبعد كده هنحط عليها البيض. عندنا العجينه بعد ما بردت خالص اهي بتاعت البلح الشام. عندي بقى 3 بيضات، هحط عليهم فانيليا، شويه فانيليا، وهنزل ببيضه بيضه على العجين، وهقلب بايديا. طبعا لو عندك العجين هيبقى اسهل. العجينه لازم تسيبيها تبرد خالص، بس تغطيها، تبقى متغطيه عشان ما تقشرش منك ولا تنشف. ندخل اول بيضه، عندي البيضه التانيه، عندنا الطاسه حطيت فيها الزيت. لازم الزيت يكون بارد عشان بلح الشام. تمام، حطيت البلح الشام في البلبله اهي بتاعته. هبتدي اضغط المقاس اللي انت عايزاه وبمقص، وهنزل تضغط العجينه حلوه قوي. بصوا الزيت بارد بارد بارد، ما يبقاش الزيت بتاعه سخن. لو عندك مستعجله مثلا وعايزه تخلصي بسرعه، طبعا الزيت الايام دي غالي،
فهتستني، يا اما تستني على الزيت يبرد بعد ما تطلعي الخلطه الاولانيه، يا اما تحطي طاسه تاني. بس اهم حاجه يكون الزيت بارد، وتحاولي على قد ما تقدري المقاس يكون واحد عشان طبعا الشكل يبقى حلو. هنملأ الطاسه كده. خلصنا الطاسه، هنعلي بقى النار وهنسيب بقى بلح الشام يعلى مع نفسه ويسخن بالزيت اللي هو فيه. تمام. اهم حاجه يكون الزيت بارد بارد خالص عشان تطلعي نتيجه معاكي مقرمشه وطري وحلو جدا من جوه. بصي بلح الشام بقى بعد ما خد الحراره بتاعته ابتدى ينفش وابتدى يعلى لوحده في الزيت. في المرحله بتاعه العليان بتاعه مالكيش دعوه بيه خالص، ما تقربيش ناحيته، لكن هو خلاص ابتدى ياخد لون، فهنقلب من تحت لفوق كده زي ما انت شايفه اهو. ما تسيبهوش على ناحيه واحده عشان اللون بتاعه يبقى من كل النواحي، يبقى حلو قوي كده. لونه زي ما بتجيبيه من بره، خفيف وهش جدا، والنقشه بتاعته مراحتش، لان العجينه الحمد لله مظبوطه ومقرمش جدا من بره، ولا هيشرب معاكي بقى سكر كتير زياده عن اللزوم. شربات وان شاء الله هعمل لكم الشربات، لان لازم حلقه لوحده، لان في حاجات تريكات هقول لكم عليها وهم بيحطوها بره واحنا مش عارفينها، بس الحمد لله وصلت لها. وكمان النتيجه بتاعته بتبقى احلى بكتير من بره، هيديك القوام واللمعان وكل حاجه زي ما بتجيبي الحاجه من بره كده. هقول لك ايه اللي بيحطوه بالظبط، لان في سر معين كده. يعني انا الحمد لله حطيته طلع معايا نفس الشربات اللي احنا بنجيبه من الحلويات بره. وطبعا انا مصوره كذا فيديو في الوقت ده، لان اوردر طالع كله مره واحده. يعني كنت مصوره الزلابيه والفريسكا وبلح الشام، فقلت اعملهم معاكم بالمره. بصوا بقى النفشه بتاعتها، ولسه برضو الاحمرار بتاعها لسه هندوس عليها شويه عشان لما تيجي تنزل الشربات يبقى لونها حلو، تبقى مستويه. هنطلع بقى الحطه بعد ما نخلص، بعد ما هي تخلص كده من النار هنطلعها نحطها على طول في الشربات، وتخليها بس ايه يا دوبك بس دقيقه او اقل من دقيقه، علشان طبعا هي عجينه من جوه لازم تاخد الشربات بتاعها كويس. وبعد كده تطلعيها في مصفى عشان تنزل الشربات بتاعها الزياده. طبعا هنسيب الزيت يهدى خالص علشان ما ينفعش احنا نحط وراه على طول الحطه التانية، لازم يهدى ويبرد. وطبعا الزيت هقلب فيه الزلابيه والفريسكا. ده مش هرميه طبعا، حرام، لان احنا الايام دي الزيت اصلا ربنا يعافينا من الايام دي، الزيت مش موجود، فخساره. اي حاجه زي يبقى عندك زي كده حطيها في برطمان وحطيها في التلاجة، يا اما حطيها في المطبخ. اقلبيها اي حلويات، لان طبعا بعد الحلويات اللي احنا هنقليها فيها دي ما ينفعش يتعمل فيها حادق ولا فراخ ولا الكلام ده عشان الفانيليا اللي فيها. بصوا ابتدى ياخد لونه الحلو، هنطلعه بقى نحطه في الشربات ونشوف شكله النهائي عامل ازاي. كده بلح الشام بتاعنا بعد ما طلعناه من الشربات بصوا بقى عامل ازاي، قرمشته تحفه، وكمان اللمعان بتاعه لو قعد لحد تاني يوم مش هيروح. ويا رب يكون نال اعجابكم، وكل سنه وانتم طيبين مره تانية، واشوفكم على خيرة الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.